تعالَ أقول لك على 5 حلول لو عملتهم لا هيفرق معاك تغيُّر الناس ولا هيفرق معاك أي حاجة في الدنيا، هتبقى لنفسك بس. كمّل معايا الفيديو للآخر وهتفهم وتتعلم كل حاجة بالضبط. أنت اتغيّرت وأنا اتغيّرت، كل حاجة في الكون بتتغيّر. فاكر نفسك زمان؟ فاكر لمّا كانت الضحكة بتبقى من الودن للودن؟ فاكر القلب الطيب اللي ما كانش بيقول لأ؟ فاكر النية الصافية والبال الرايق؟ فاكر كل ده؟ هل لسه موجود النهارده والّا خلاص كل ده اختفى؟ هل أنت اتغيّرت؟ والّا اللي حواليك واللي بيحصل والظروف اللي مرّيت بيها هي اللي غيّرتك؟ هل ده نضج والّا قلبك اللي اتزحم بالهموم واتزحم بالخذلان من ناس بنحبها أو ناس بعيدة عننا؟ النضج اللي حصل ده ما هو إلا تعلُّم لأحداث حصلت لينا. طب هل اللي اتعلمناه ده كُلّه صح؟ أكيد لأ، مش كل اللي اتعلمناه صح. كان في واحد اتغدر بيه من أحب الناس له، وفجأة قرر إنه يبقى قاسي، يبقى قاسي على الكل، واعتزل الناس وبعد عن كل الناس وبقى بيفكّر في الخطوة مليون مرّة. بس فجأة وبعد ما قعد يفكر مع نفسه لقى نفسه بيخسر نفسه قبل ما خسر الناس اللي حواليه. اكتشف انه ما بعدش عن الناس بس وما خسرش الناس بس، هو خسر نفسه في اول حاجه. المشكله هنا مش انه طيب، المشكله ان ادى طيبته دي لناس ما تستاهلهاش. قال الله تعالى: فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني القوه محتاجه رحمه، محتاجة ما تبقاش قاسي، محتاجة إنك تبقى لَيِّن، محتاجة إنك تبقى واعي، محتاجة إنك تبقى عارف اللي ليك واللي عليك. طب الحلول إيه؟ خلّيك طيب بس مش عبيط، خلّيك طيب بس مش ساذج، خلّيك طيب واعي وفاهم. تاني حاجة، خلّي دايرتك اختار الناس اللي تدخلها، اختار الناس اللي واثق فيها بجد، مش تكسرك أو تخذلك أو تخسّرك. نَفْسك اتعلّم تقول لأ، مش عشان تبقى طيب توافق على أي حاجة تتقال لك، مش عشان تبقى كويس عند الناس تيجي على نفسك وتخسر نفسك. سامح بس ما تنساش الدرس. التسامح راحة ليك، راحة لقلبك، بس لو نسيت الدرس هترجع تتوجع تاني. ارجع لنفسك كل فترة، كل فترة راجع نفسك تاني. هل أنا لسه زي ما أنا والّا بقيت أحسن والّا بقيت واتغيرت وبقيت قاسي وبقيت أسوأ؟ آخر نقطة ودي الأهم، خلّي قلبك مرتبط بربنا. خلّي قلبك واصل بينه وبين ربنا حلقات. لمّا يكون جواك سلام نفسي حتى لو وقعت وانكسرت هتلاقي جواك الحاجة الطيبة اللي بتطبطب عليك. لمّا تكون قريب من ربنا هتلاقي الحافز اللي بيقوّمك تاني، هتلاقي القوة الإيمانية اللي تخلّيك تقوى ما تضعفش. في الآخر الدنيا هتحاول تغيّرك وهتفضل تلعب ألاعيبها عشان تحوّلك من شخص طيب وجميل لشخص قاسي والناس بتكرهه وبتبعد عنه. بس هل أنت هتسمع كلامها وهتبقى شبهها والّا هتبقى شبه قلبك الطيب؟ شارك في الكومنتات لموقف كان قاسي عليك وغيّرك.